الفنان سعد المجرد برج الحمل سيخرج من السجن بين نهاية 2016 وشباط فبراير 2017 بعد دفع كفالة مالية وتعويض الفرنسية صاحبة الدعوة، وبعد تدخل شخصي من ملك المغرب الذي يقوم بحملة إعلامية مضادة للدفاع عنه ضد إصابات الابتزاز غير البعيدة عن المافيات العالمية والصهيونية التي تحارب الفنانين العرب. يبتعد سعد المجرد لفترة عن الأضواء ثم يعود إلى نشاطه بعد أشهر مكتسبا شعبية جماهيرية إضافية في كل البلاد العربية. يقع سنة 2017 في غرام فتاة عربية قد تكون إعلامية أو فنانة ناجحة. تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.